بما ان النهارده الجو حلو ودي حاجه ما بتحصلش كتير، فخلينا نتكلم شويه عن السينيور انجينير وعلاقته بالليدرشيب. في كتير من الناس بتبقى فاكره لما بنجيب سيره السينيور انجينير ان هو شخص خبير تقنيا، ودي حقيقه. بيبقى شخص عنده خبره كبيره، شخص تقنيا بيقدر يحل مشاكل ويقدر يكتب كود بسرعه مثلا ويقدر يعمل حاجات كتير. ولكن الناس بتغفل عنه انه السينيور انجينير برضو المفروض يبقى الليدر شاطر وقائد كويس، ودي نقطه مش كتير بيتكلموا فيها. وللاسف النقطه دي بالذات بتاثر على الكارير بتاع اي حد، ان هو هل هو هيبقى يعني قائد كويس ما بعد السينيور انجينير، يعني هيقدر يترقى يبقى مثلا مانجر لو هيروح المانجمنت تراك، ولا هيقدر يكمل مثلا على المستوى الاداري يعني او المستوى التقني المتقدم زي مثلا ستاف او برنسبل انجينير. وكتير برضو من الناس بتغفل عن نقطه مش معنى ان انت قائد او ليدر ان انت هتفقد الجانب التقني بتاعك، لان في كتير من المهندسين يقعد يقول لك انا يا عم لو بقيت ليدر فانا مش هشتغل تكنيكال. وده للاسف غلط، لا هتكمل تكنيكال عادي وهتشتغل تكنيكال. وبرضه تاني هقول نفس النقطه، التكنيكال مش كل حاجه، ستريم لاين الشغل في الغالب اخطر واهم من التكنيكال. خلينا بقى ناخد النقطه دي نقطه نقطه كده ونتكلم فيهم واحده واحده واحنا بنشرب القهوه الجميله دي، ونشوف الانديفيدوال كونتريبيوتور او الاي سي والسينيور منهم ايه علاقته بالليدرشيب. انا احمد طويل ويلا بينا. طيب ايه هو الانديفيدوال كونتريبيوتور او الاي سي؟ الانديفيدوال كونتريبيوتور هو شخص بيعرف يشتغل لوحده في تاسكات محدده بتتقال له بطريقه او باخرى وبيقدر ينفذها، وفي الغالب التاسكات دي بيبقى بيغلب عليها الطابع التقني، يعني بيحتاج مهاره تقنيه وراه. كل ما الانسان بيترقى في الكارير بتاعه بيبقى في حاجه اسمها جونيور او انتري ليفل، جونيور ميد ليفل، سينيور ستاف او برنسبل على حسب الشركه. في بقى ديستنجوش لو شركه كبيره قوي وحاجات كده. السينيور انجينير ده لما الواحد بيوصل لليفل سينيور في الغالب بيبقى واحد شغال مثلا 7 8 سنين خبره، يمكن اكتر في بعض المجالات، ويبقى شخص مر بمشاكل كتير، عنده خبره كبيره تقنيه، زي ما بيقولوا كده حزامه فيه ادوات كتير يتحرك بيها. في بقى كتير بيقعوا في الغلطه انا بسميها الكارثيه، اللي هو اول ما بيوصل للسينيور انجينير يقول لك انا هكمل يا عم اي سي، ماليش دعوه بالليدرشيب وماليش دعوه بالمانجمنت، وانا كل اللي عليا ان انا اسلم حلول تقنيه وخلاص. وللاسف ده غلط. طيب خطوه ورا كده، الاي سي السينيور اي سي ده او السينيور انجينير ده بيعمل ايه؟ هو السينيور انجينير ده واحد بيعمل منلي 3 حاجات. اول حاجه ان هو بيصمم النظم بتاعته بطريقه استراتيجيه شويه، يعني مش معنى ان هو بيجي له ريكويرمنتس فهو بينفذها على طول، لا هو دايما بيبص قدام شويه. الحاجه الثانيه ان هو بيساعد زمايله ويحل المشاكل بتاعه التيم، يبقى اللي هو بيحرك التيم شويه كده. النقطه الثالثه والمهمه قوي ان هو بيبدا يليد التيم ده، ودي اخطر نقطه في شغله واخطر نقطه في كاريره، وللاسف اقل نقطه بيتحط عليها اهتمام. طيب خلينا بقى ناخد النقطه الثالثه دي ونتكلم فيها شويه، قياده الفريق. ليه قياده الفريق للسينيور انجينير مهمه جدا؟ اول حاجه نشر المعرفه. لما انت بتبدا تاخد الدور الريادي في الفريق بتاعك بتبدا تهتم ان انت تعلي مستوى الفريق بتاعك، فتبدا تنشر معرفتك عليهم وتبدا تهتم بيهم. نشر المعرفه ده بيبقى عن طريق ان انت مثلا بتعمل مثلا ميتنجز كل شويه تبدا تنشر معلومات جديده، لو في مشكله بتحاول تشاركها معاهم، بتحاول تدمج الفريق بتاعك في كل حاجه. في كذا لاير للموضوع ده، ولكن المهم ان انت تحاول تنشر معرفتك. النقطه الثانيه وهي ان انت بتسيت اكزامبل، وده بيجي تحت مبدا اللي هو ليدنج باي اكزامبل، ان انت بتشتغل بتبقى شخص متفاني في شغلك، ديديكيتد، عندك قدره على تحليل بطريقه منظمه وطريقه هندسيه كويسه، عندك قدره انك بتحل المشاكل بطريقه كويسه، فده بينعكس على قدرتك الرياديه للتيم بتاعك وبيخلي التيم بتاعك يحاول يقلدك، وده مهم جدا. النقطه الثالثه وهي تحقيق النجاح. تحقيق النجاح للمنظومه اللي انت فيها، بمعنى ان انت بمجرد ما بقيت ليدر فانت بتهتم قوي بمتريكس مختلفه عن التقنيه او المعلومات التقنيه، تبدا تهتم بالنجاح وازاي هنقيس النجاح ده وايه معيار النجاح وايه المقاييس اللي بنقيس بيها نجاح التحرك بتاعنا او السوليوشن بتاعنا. فكل ما انت بالمتريكس دي بتحقق فيها نواتج كويسه كل ما انت بتبقى ليدر كويس، يعني بيتشاف ان الشخص ده بيسوق التيم كويس او بيحرك التيم كويس. ده مش معناه ان دور المانجر بتاعك اقل من دورك، او دور مدير المنتجات اللي هو البي ام بتاعك اقل، ولكن دورك كليدر في النطاق الهندسي بتاعك وفي الفريق اللي انت شغال معاه لا يقل اهميه عن دور الناس دي. انت في الاخر اللي هتاخد القرارات التقنيه، انت في الاخر اللي هتحرك التيم يبص ازاي ويدور فين ويعمل فين وعينه تروح فين. النقطه دي هي اخطر حاجه تقريبا يعني في حياتك المهنيه كلها. طيب في نقطه تانية وهي ان في شويه افكار مغلوطه كده عن الليدرشيب لما تبقى انت في الاي سي تراك. زي ما اتكلمت قبل كده في فيديوهات كتير ان في ناس بتبقى فاكره ان هو مجرد ما يبقى اي سي فهو ملوش دعوه باي حاجه بقى في الشركه، وانا هركز يا عم في الكود بتاعي وماليش دعوه بالشغل والبوليتكس والكلام ده كله. وده للاسف مش بيحصل. مجرد ما انت طلعت من الميد ليفل للسينيور انت بتخبط في البوليتكس، بتخبط في الكوربريت لايف لو انت شغال في الكوربريت، لو انت في ستارت اب فبتخبط في البادجيتنج والحاجات دي كلها. بص يعني انت هتتاخد غسيل ومكوى من فوق تحت. فلازم تجهز نفسك من بدري ان انت هتخش في الليدرشيب، وان انت هتاخد مهام قياديه واداريه ممله. الموضوع ما فيهوش نقاش. فكره بقى ان جاهزيتك للنقطه دي وتحضيرك ليها بيفرق قوي
هتستقبلها وتتحرك فيها ازاي. في مثلا من ضمن الحاجات المغلوطه اللي الناس كتير بتقع فيها، وهي بيقول لك انا اول ما هبقى اي سي انا هنسى التكنيكاليتيز بتاعتي. ده مش حقيقي، لان جزء من شغلك ان انت تبدا تدير وتحرك التيم، وكمان تهتم بالتقنيه بتاعتك. السينيور انجينير يا جماعه بيدير الفريق بتاعه، وفي نفس الوقت بيبقى السيف جارد بتاع التكنيكاليتيز بتاعته، وعشان كده هو بيبقى اسمه سينيور انجينير، يعني الشخص خبرته عاليه، عشان هو عنده رؤيه تقنيه للفريق، عنده رؤيه تقنيه المنتجات رايحه فين، عنده رؤيه تقنيه الرود ماب رايحه فين، وفي نفس الوقت بيحاول يراعي التيم بتاعه، بيحاول يعلي مستواهم، بيحاول يحل مشاكلهم، يانبلوك الفريق بتاعه لو الفريق بلوك، وهكذا. فبيجي بقى ان هو بيبدا ينمي شويه مهارات تانية جنب التقنيه، يعني ما ينفعش التقنيات اللي هو بيبدا ينمي شويه مهارات جنب التقنيه، من ضمنها مثلا مهاره الديليجيشن، هو ازاي يوزع الشغل، وازاي يعلي مستوى الناس اللي حواليه، يعني ازاي يوزع التاسكايه المعينه لحد معين لو هو عايز يعلي مستواه في حته معينه او هكذا. امتى يبقى عارف ان التاسكايه دي كبيره على حد، وامتى يبقى عارف انها مش كبيره على حد. دي مهاره بتيجي مع الوقت والخبره والتدريب والقرايه والحاجات الكتير دي كلها لازم تعملها. الحاجه الثانيه مثلا لازم تبقى عارف ازاي تمنتور وتسبونسر. الفرق بين الاثنين كبير جدا. فكره ان انت تمنتور حد ان انت بتساعد حد ان هو ينمي مهاره معينه عنده، زي مثلا ان انت ممكن تمنتور الجونيور انجينيرز اللي في التيم بتاعك ان هم مثلا يبداوا يعلوا مستواهم التقني في حته معينه. السبونسرنج مختلف تماما، انت ممكن تاخد حد ميد ليفل انجينير عندك تسبونسره عشان يترقى، فانت بتبدا تزقه في الحتت اللي هي مش تقنيه بس، تبدا تعلي له الليدرشيب سكيلز بتاعته، تبدا تعلي له الكوميونيكيشن سكيلز بتاعته، تبدا تدخله معاك في الميتنجز، تبدا تهتم بيه زي ما بيقولوا كده، بتعامله كانه ابنك. والسبونسرشيب ده من اهم اذا ما كانتش اهم واخطر المهارات التقنيه اللي عند السينيور انجينيرز وانت طالع. كل ما انت درجه السينيورتي بتاعتك بتعلى، كل ما بيتطلب منك ان دورك في السبونسرشيب والمنتورشيب بيزيد، والسبونسرشيب تحديدا. في نقطه ثانيه مهمه برضو، وهي ان انت كل ما بتطلع في الكارير لادر بتاعك كل ما مهارات التواصل بتاعتك المفروض تبقى احسن. انا عملت فيديو قبل كده عن مهارات التواصل، هحط اللينك بتاعه هنا، ممكن تبص عليه، هو مفيد جدا. ولكن او باختصار انت محتاج مهاره التواصل بتاعتك تبقى كويسه وفعاله مع الفريق وبره الفريق، لان انت في الغالب البوينت اوف كوميونيكيشن بتاعت الفريق دايما. اي حد هيحب يجي الفريق في الغالب هيروح لمديرك، مديرك هيقول له طب لو الموضوع تقني روح له هو. فانت لازم تكون جاهز انك تعرف تتكلم وتعرف تسمع. الحاجه اللي بعدها ان انت محتاج تهتم انك تشير المعرفه بتاعتك. دي انا قلتها قبل كده بس اكد عليها تاني، لازم انت تشير المعرفه بتاعتك. المعرفه مش مكانها ان انت تقفل عليها عشان ما تبقاش ريبليسبل، بالعكس المعرفه اهم حاجه فيها ان انت تبدا تنقلها للفريق بتاعك عشان مستوى الفريق يعلى، فانت شخصيا مستواك بيعلى معاهم، فبالتبعيه الانفلونس بتاعك بيعلى ودورك بيعلى في الفريق، ودورك في المؤسسه الصغيره اللي انت فيها بيكبر، لان انت عندك فريق قوي جدا، عندك فريق عنده انفلونس، عندك فريق شاطر، انت شخصيا بقى الانفلونس بتاعك بيزيد. محتاج تاخد بالك من النقطه دي. واحد بقى يجي يقول لي انا بقى استفدت ايه بقى لما قعدت اطور المهارات دي كلها عندي؟ يعني انا لما انا دلوقتي سينيور انجينير وبتقيم في الاخر على اني سينيور انجينير، صح؟ انت بتتقيم على اساس تقني بحت. انا بقى استفدت ايه من الحوارات الليدرشيب والكوميونيكيشن والكلام ده كله؟ هقول لك يا سيدي. بص، اول حاجه انت لو ما عملتش ده فانا اكاد اجزم ان انت مش هتشم اي ترقيات، ودي حقيقه دي. يعني انا مش بقول حاجه من عندي، انت لو انت مش بتعرف تتواصل كويس، ما عندكش ليدرشيب سكيلز، انت هتقف ومش هتتحرك من مكانك. لازم انت تاخدها بالطريقه السهله او بالطريقه الصعبه، فانت بتختار الطريقه اللي انت تاخدها. يعني يا اما الكارير بتاعك هيستجنيت او هيقف في حته ما، يا اما هتبدا تديله بروجريشن تاني لفوق زي ما انت عايز. فهو مفيش سكه تانية غير ان انت تبدا تطور المهارات اللي هي النون تقنيه بتاعتك، اللي مش تقنيه، اللي هو هبدا بقى اتكلم احسن، اسمع احسن، اخطط احسن، اخطط بطريقه استراتيجيه، يبقى عيني على الصوره احسن، عيني على الاوكي ارز احسن، ببص على الكي بي ايز بطريقه احسن. الحاجات دي كلها من غيرها انت هتفضل ميد ليفل بلس سينيور انجينير بالكتير قوي بتنفذ تاسكات. اهم نقطه هي الكارير بروجريشن. الليدرشيب جزء منها انها بتزقك في الكارير بروجريشن بتاعك، سواء هتكمل كستاف او كبرنسبل او كمانجر. وفي الغالب كل ما دورك بيعلى كل ما مهاراتك القياديه بتزيد، كل ما احتياجاتك القياديه بتزيد، وكل ما احتياجاتك التقنيه بتبدا تقل شويه. ولكن الاقل ده مش معناه ان انت مهارتك التقنيه بتقل، بالعكس انت بتبقى فيري سبيشاليزد او بيجيبوك في الحاجات الصعبه، اللي هو انت لو ما عندكش اوريدي خبره تقنيه كويسه مش هتعرف تحلها. فهي مش هتنيجيت او مش هتمنع تطورك التقني، بالعكس تطورك التقني هيزيد لانك هتخش في مشاكل انت مش هتخشها، ولكن انت مش هتخش الحته دي من غير ما يبقى عندك ليدرشيب سكيلز. النقطه اللي بعدها وهي تطوير مهاراتك الشخصيه. يعني انت عشان تطور الكارير بتاعك محتاج تطور مهاراتك الشخصيه، فده بيجي ان انت بتبدا تطور مهاراتك الشخصيه عشان تبدا تادبت على الوضع الجديد. كل ما بتتطور في التواصل وفي الليدرشيب وفي الاداره وفي مهارات الاداريه بتاعتك، كل ما ده بينعكس على شخصيتك تحسن، كل ده بينعكس على الكارير بتاعك. هو حاجات كلها بتسلم بعض، هي تشين كده. النقطه اللي بعدها وهي تاثيرك على الشركه. فهو كل ما انت هتبدا تهتم بدورك القيادي ودورك بره عباءه المهندس اللي بياخد الحاجه ويمشي، كل ما هتاخد مشاريع اهم واحسن، كل ما هتطلع فوق، كل ما هيبقى كاريرك احسن، كل ما هتاخد مشاريع اخطر، كل ما هتترقى، كل ما هيبقى عليك السبوت لايت، كل ما هيبقى عليك الترقيات بتيجي عليك انت والحاجات دي كلها. فهو الموضوع ده تشين كده او حلقات من الحاجات الصغيره اللي بتعملها،
فانت بتبدا تحسن مهارتك التقنيه، فتبدا تترقى، فتبدا تحسن مهارتك الشخصيه، فتبدا تاخد مشاريع، تبدا تبقى ليدر احسن، تبدا تاخد مشاريع اخطر فتسلمها احسن، فتبدا تاخد مشاريع اكتر، فتبدا تترقى، فتبدا تمسك بوزيشنز. هي تشين لازم تاخد بالك منها، عمرها ما هتيجي لوحدها، او عمرك ما هتمسك ده لو انت مهندس تقني شاطر. بس ده اللي كنت عايز اقوله في الفيديو ده. هو فيديو قصير مش كبير، خد بالك من النقط دي. خد بالك ان انت لما تبقى في منصب سينيور وانت طالع لازم تهتم بمهاراتك القياديه، لازم تهتم بمهاراتك التقنيه، الاثنين مع بعض. مش مفيش واحده اهم من الثانيه، مفيش واحده اهميتها بتقل عن الثانيه، تقييمك بيتحط على الاثنين. I would assume evenly كمان. ومحتاج تاخد بالك من طريقه كلامك، طريقه التواصل بتاعتك، محتاج تاخد بالك انت عايز تروح فين. النقطه دي مهمه جدا، محتاج تقف مع نفسك وانت عايز تعمل ايه بالظبط عشان تنمي المهاره الكافيه للموضوع ده. اتكلم مع مديرك في النقط دي، حاول تحط معاه جروس بلان كويسه عشان يبدا يزقك او يحركك كويس بناء على المهارات بتاعتك، واتكلم معاه في النواقص اللي عندك عشان هو دوره ان هو يساعدك. والحاجه الاخيره يعني ما تنساش دايما ان احنا في الاخر بشر، واحنا بنشتغل مع بشر. كل ما انت بتعرف تهندل الدنيا احسن، كل ما انت شغلك هيبقى احسن. التقنيه او التكنيكاليتيز لوحدها مش كفايه. شكرا.